أهلا بكم يا جماعة. أتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده حاب أشرح لكم أزاي تربطوا الساعة الذكية بتاعتكم على الآيفون باستخدام تطبيق لاكسس فيت. أول نصيحة بحب أقولها لكم علشان تعمل الإعدادات صح هي أنكم تحذفوا التطبيق لو كان متسطب قبل كده، علشان تمشوا معي في الشرح خطوة بخطوة زي ما أنا هعمله بالضبط في الفيديو ده. وكمان أنصحكم إن البلوتوث يكون شغال على الموبل قبل ما نبدأ الشرح. أول حاجة هنعملها هي تحميل التطبيق من أب ستور، والعملية دي هتاخد ثواني بسيطة. بعد ما نفتح التطبيق هيطلب مننا نشوي أذونا. أول إذن خاص بالموقع نختار السماح أثناء استخدام التطبيق. بعد كده هيطلب إذن للتتبع، نختار عدم السماح بالتتبع. وهيطلب إذن إرسال الإشعارات، نختار سماح. بعد كده هي تظهر صفحة تسجيل، نقدر نضيف إيميل ولازم نوافق على الشروط والأحكام. وبعد كده نروح فوق على اليمين ونختار تسجيل بدون إضافة بريد إلكتروني. في المرحلة دي التطبيق هيعمل بيانات للحساب بتاعنا، وهنا ممكن تأخذ لقطة شاشة وتختار تأكيد. بعد كده هيظهر تأكيد للبيانات، أنا هسيبها زي ما هي، لكن أنتم ممكن تعدلوها لو حابين تكون أدق. نوافق. وبعدها هيطلب إذنين للوصول للبلوتوث، نختار سماح. وبعد كده هيطلع إذن تاني ونختار إغلاق. لما ندخل على التطبيق نروح على خيار مي ونختار العثور على الجهاز ونتأكد إن البلوتوث شغال. نختار الساعة الذكية اللي عايزين نربطها ونوصلها. لو الساعة ما ظهرتش في القائمة أنصحكم بحاجتين. أولا تدور في الساعة على خيار إعادة ضبط المصنع أو إعادة تشغيل، وغالبا بيكون في القائمة الرئيسية أو الإعدادات. وبعد ما الساعة تشتغل تحاول تبحث عنها تاني من التطبيق. لو الساعة لسه مش راضية تشتغل روحوا على إعدادات البلوتوث في الآيفون وشافوا لو الساعة موجودة في الأجهزة المحفوظة. لو موجودة ادخلوا على معلومات الجهاز واختاروا نسيان الجهاز، وبعد كده ارجعوا للتطبيق وابحثوا عن الساعة ووصلوها من جديد. هيظهر لكم طلب إذن لربط البلوتوث، لازم توافقوا عليه. وكمون إذن علشان الإشعارات توصل للساعة على الآيفون، ودي كمان توافقوا عليه. بعد ما الإعداد يخلص نروح على إعدادات الصور ونختار إشعارات الرسائل. هتلقوا كل التطبيقات مفعلة تلقائي، اختاروا التطبيقات اللي حابين الإشعارات بتاعتها توصل للساعة، وبعدين نضغط تأكيد علشان نحفظ التغييرات. علشان نحط خلفية مخصصة للساعة نرجع للقائمة الرئيسية ونختار واجهة الساعة، وبعدها تخصيص آخر خيار. نختار تحديد صورة، وبعدين نختار الصورة اللي عايزينها تكون خلفية. نضغط حفظ واستخدام ونستنى لحد ما الصورة تتحمل على الساعة. وبكده نكون خلصنا إعداد الساعة الذكية على الآيفون. لو الفيديو عجبكم يا ريت تشتركوا في القناة وتسيبوا تعليق. تحياتي ليكم، ونشافكم إن شاء الله في فيديو جديد. إشارة التلويح باليد هاتف جوال ساعة.